اهلا. في الفيديو ديال اليوم غادي نصوم لاول مره بعيد على عائلتي، بعيدا على الشوق ديال العائله وحلاوه اللمه فوق الطابله والحرب والجرى اللي كينوضوا في الكوزينه ربع ساعه قبل المغرب. هادشي كامل عنده حلاوته والطعم ديالو لا يعوض. ولكن الصيام بعيد على العائله فيه بزاف ديال الحوايج زوينين الصراحه اللي جربتهم لاول مره في حياتي، بحال يود المغرب عليا وانا عاد ناعسه، ولا نحل فطوري بتمره والماء من يودن والطابله مازال ما فيها حتى شي حاجه. الحاجه اللي جربت اكثر من انني اعتمدت على راسي في الطياب والتوجاد هي انني جربت الطريقه اللي كتعجبني انا وكتريحني في الماكله، واللي كنت ديما كندير اعذار راسي باش نجربها. جربت نبدا بالحوايج اللي كيتهضموا في الساع ونخلي وقت ما بين كل حاجه، ماشي ضروري ناكل كل شيء في خطره. وبعيدا على الماكله جربت انه ما نفكرش في شنو غادي ندير في النهار اللي كنكون صايمه فيه، لا في الفطور ولا حتى شي حاجه، غير انني نركز على راسي وعلى هواياتي ونفكر ونتامل ونركز على عباداتي اللي ديما كنحس براسي راني مقصره فيهم. جربت نصوم على الهضره انا وصاحبتي وحنا صايمين على الماكله والشراب، كانت تجربه واعره صراحه. كتبقى التجربه ديال الوحده والبعد مره زوينه، كتخلي الانسان يركز على راسه ويرتب افكاره واحاسيسه تجاه نفسه. الفطور ديالنا اليوم غادي يكون صحي نوعا ما، عارفه بلي ماشي كلشي كتعجبو السوبه، بصح الحمد لله حنا تلاقينا كتعجبنا. وهذه اللي بالقرع والبطاطا صراحه كتجي بنينه وكتجي كريميه، مع كنزيدو فيها الفرماج من نكونوا نطحنوها صراحه كتجي زوين. بزاف الملح مريم. درنا طاجين مطيشه والبيض. هاد الطاجين سميتو طاجين المعكازين البنين. السلطه والعصير ضروري منهم، حتى الكرم عارفه بلي ما كيعجبش بزاف الناس. انا حاسه بلي هذا الفيديو فيه كاع الحوايج اللي ما كيعجبوش بزاف ديال الناس. صراحه حنا الحمد لله كناكلوا الاخضر واليابس. كما تولفنا ديما كنبداو بالعصير والسلطه حيت كيتهضموا في الساع حيت فيهم الياف. بصراحه يبان لي هذا الفطور كامل اليوم غادي تهضم فيه الساع. السوبه كانت تبان بحال البصاره كما قالت بشرى.
وهانتي اختي على الطاجين. والجولة الثالثة تمت بنجاح والحمد لله والشكر لله. وهذا الشيء اللي كاين. كنتمنى يعجبكم الفيديو وكنتمنى تجربوا اي حاجه جاتكم في بالكم.